السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد. قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما متعودين ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبتهم ويطلعهم من المحنة اللي هم فيها دي على خير. طبعا بنبارك للنادي الأهلي بفوزه بدوري المحترفين لكرة اليد على نظيره نادي الزمالك 27-21. يمكن المباراة كانت بتلعب منذ قليل. قدر النادي الأهلي يحسمها بنتيجة 27-21. المباراة دي كانت الثالثة طبعا. يمكن في المباراة الأولى قدر النادي الأهلي يحسمها، المباراة الثانية قدر نادي الزمالك يحسمها، فدي كانت المباراة الثالثة الفيصل ما بين الفرقتين، وقدر النادي الأهلي يحسمها بشكل رسمي وتوج بالبطولة. بنبارك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. يمكن المباراة جاية في وقت مناسب جدا، وكلنا طبعا عارفين إن النادي الأهلي عنده بطولة بكرة إن شاء الله، وهي نهائي دوري أبطال أفريقيا. طبعا بنتمنى ان النادي الاهلي يقدر يحسم البطوله لاسعاد كل الجماهير اللي في ظهره، سواء جماهير زملكاويه او جماهير اهلاويه. يمكن من ضمن الحاجات الكويسه اللي كانت حاصله الايام اللي فاتت دي مؤازره نادي الاهلي، جماهير نادي الاهلي لجماهير نادي الزمالك في الكونفدراليه. يمكن دي برضو بنشوفها من جماهير نادي الزمالك على صفحاتهم، يمكن صفحات كبيره ولها كل احترامها، المؤازره للنادي الاهلي، ودي حاجه كويسه جدا. يمكن النادي الاهلي والزمالك في الوقت الحالي ده بالنسبه للجمهور الدنيا مستقره بينهم بشكل كويس جدا، وبنتمنى ان هي تستقر كده على طول. يمكن من ضمن الحاجات التانية اللي الاهلي قدر يعملها وقدر فعلا يوصل للمشاهد والجمهور ان احنا نادي القيم والمبادئ، هو استقراره على تجديد علي معلول لموسمين كمان. يمكن كلنا عارفين طبعا ان علي معلول اتصاب في البطوله اللي كانت في تونس، اللي كانت ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا. للمباراه بتاعتها ان شاء الله بكره تلعب الثانيه. يمكن علي معلول ما قدرش يكمل اللقاء وطلع مصاب. سمعنا طبعا اخبار بعدها على طول ان النادي الاهلي استقر بشكل رسمي على ان هو يجدد لعلي معلول موسمين. ده مش كده وبس، ده يمكن علي معلول هياخد راتبه زيه زي اي لاعب بيلعب، ما ينقص من العقد بتاعه شيء. ودي حاجة طبعا كويسة جدا من النادي الأهلي، حاجة تحترم جدا. طبعا احنا كنا منتظرين كده لأن احنا عارفين مين النادي الأهلي، وقراره بتطلع قراراته بتطلع في الوقت المناسب. فدي حاجة كويسة جدا. يمكن من علي معلول من مش لاعب محترف، لا علي معلول فعلا فعلا يعني احنا حاسين ان هو من أبناء النادي الأهلي. يمكن من أحسن الصفقات على مدار التاريخ اللي دخلت النادي الأهلي بأرقامها طبعا. مش بالمجامله ولا كده، لا طبعا معلول يمكن من احسن الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي بالنسبه للمحترفين. الحاجه الثانيه طبعا اللي عايزين نتكلم عليها، وهو اقتراب النادي الاهلي ونادي الترجي من حصد رقم قياسي جديد، وهو طبعا شفنا النادي الاهلي ونادي الترجي قدروا ان هم يحافظوا على شباكهم 9 مباريات متتاليه. طبعا يمكن المباراه بتاع بكره دي هتبقى فيها ارقام تانية كتير، زي مين احسن حارس في البطوله، مين اقوى خط دفاع في البطوله، مين اقوى خط هجوم في البطوله. يمكن اللي هيقدر يفوز بكره بالماتش اول حاجه طبعا بنسبه 90%، وهو فوز الحارس اللي هو لو الاهلي فاز يبقى مصطفى شوبير بقى احسن لاعب في البطوله، احسن حارس في البطوله. ترجي فاز ولا قدر الله هيبقى مميش افضل حارس في البطوله. فان شاء الله بنتمنى الفوز للنادي الاهلي ويتوج مصطفى شوبير باحسن حارس في البطوله، ودي تبقى حاجه كويسه جدا لحارس لسه صاعد. يمكن شفنا كلام كتير على مصطفى شوبير، يمكن كان محطوط تحت ضغط كبير جدا. يمكن لو خد احسن لاعب او احسن حارس في البطوله بكره ان شاء الله بعد ما الاهلي يقدر يحسم اللقب، فدي حاجه بحد ذاتها كويسه جدا هتفرق مع الحارس كتير. الحاجه طبعا يمكن حاجه بسيطه كده، احصائيه بسيطه كده، يمكن الاهلي والترجي قدروا ان هم يحافظوا على شباكهم نظيفه في يمكن من 2018 لغايه وقتنا هذا. في 21 الاهلي 20 بطوله، نادي الترجي 20 مباراه ولا ايه، 20 مباراه و20 مباراه. يمكن الفرقه اللي هتقدر فيهم بكره تحافظ على نظافه شباكها هيتخطى الثاني في عدد المباريات. يمكن في ارقام كتير بتربط النادي الاهلي والترجي، لان يعتبر هما اقوى فرقتين على الساحه، بيعرفوا امتى يعني تبقى عندك كبوه وامتى تقدر تفوق منها بسرعه. فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. بنتمنى يعني الاهلي يقدر يحصد البطوله بكره ويقدر يكسر الارقام دي.
الحاجة التانية طبعا اللي هنتكلم عنها، وهو فوز رامي ربيعة بالبطولة السادسة ليه في تاريخه. يمكن عندنا كابتن وائل جمعة، عندنا كابتن حسام عاشور، وهيلحقهم بكرة إن شاء الله بعد انتهاء البطولة لصالح النادي الأهلي رامي ربيعة. رامي ربيعة هيبقى في تاريخه 6 دوري أبطال أفريقيا. ده أنا كده مش هقارنه بلاعب، يعني انا كده مش هقول مثلا رامي ربيعه زيه مثلا، زي مثلا مميش مثلا حارس الترجي، مثلا زيه زي حسام طجاي. لا، ده انت بتقارن رامي ربيعه وحسام عاشور ووائل جمعه بانديه. يعني مع احترامي للانديه دي، طبعا عارفين نادي الزمالك 5 بطولات، نادي المازيمبي 5 بطولات دوري ابطال افريقيا. تخيل انت لما يبقى عندك لاعب يتوج ب6 بطولات دوري ابطال افريقيا. يبقى كده حته ان النادي الاهلي يقول لك اللي يمشي بس من جنب السور ياخد بطوله، انت عندك حق فيها يا اهلي. يعني حاجه كويسه. يعني شوف لما يبقى لاعب بيقارن بنادي، او مثلا يعني حاصد بطولات اكتر من نادي، ففي حد ذاتها يمكن حاجه كويسه جدا. يمكن بكره ان شاء الله هنبقى عندنا حلقه لنقط القوه والضعف للفرقتين، نقدر ان احنا نحللهم بشكل كويس. يمكن التشكيل المتوقع بالنسبه لي، يمكن انا توقعت التشكيل بتاع مباراه الذهاب، ويمكن هي كان فيها تغيير واحد بس، وهو ان كريم فؤاد ما كانش مصاب، قدر ان هو يلعب مكانه باكرم توفيق. فهي الحاجه الوحيده اللي كانت غلط. لا، حسين الشحات ما كان، يمكن انا توقعت اكرم توفيق. التغيير كنت انا متوقع رضا سليم، ما كان حسين الشحات. يمكن اللي بدأ اللقاء كان حسين الشحات. يمكن التشكيل المتوقع بالنسبه لي بكره ان شاء الله هيبقى مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني. يمكن في كتير بيقول ان محمد هاني اتصاب في التمرين النهارده، ممكن ما يبقاش متواجد بشكل رسمي. اتمنى ان هو لو مش متواجد يبقى اكرم توفيق ان شاء الله اللي يحل محله. اكرم توفيق. هنلعب ان شاء الله برامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. طبعا يمكن الحته اللي عليها جدل كبير شويه هو الظهير الايسر بديل علي معلول. يمكن طبعا عارفين ان علي معلول اتصاب، ربنا يشفيه يا رب ويرجعه الملاعب في اسرع وقت. يمكن انا على اعتقادي ان شاء الله لو كريم الدبيس جاهز يبقى بنسبه 90% كريم الدبيس، مع ان انا شايف ان مارسيل كولر ميال شويه لحته كريم فؤاد دي. بس انا بتمنى ان كريم الدبيس، لان كريم الدبيس يعني لاعب من ساعه ما ظهر مع الفريق الاول وهو بيقدم مستويات رائعه جدا. اما طبعا ثلاثي خط الوسط، بتمنى ان شاء الله يبقى مروان عطيه وقفشه وامام عاشور. لان احنا شفنا كتير، شفنا الماتش كان عامل ازاي في مباراه الذهاب. واول ما نزل قفشه ايه اللي حصل في الماتش؟ قدرنا ان احنا نمسك كوره، قدرنا ان احنا ندوس في كوره في نص الملعب. هي دي الحته اللي بنحبها في قفشه، وهي دي الحته اللي كنا مستنيينها من كولر. انت بدات بمروان عطيه، وبدات باكرم توفيق، وبدات بامام عاشور. طب انت كنت شايف يعني من بدايه الشوط الاول هو اكرم مش حلو خالص طبعا. يمكن كان اسوأ 3 في اللقاء كله اكرم توفيق وبيرسي تاو ومحمد هاني. فبتمنى يا رب ان يعني يبقى في تغيير. حته انت برضو انت بتلعب هنا على ارضك وسط جمهورك، فتبقى عايز حته الهجوميه دي بقى. يعني انت خلاص انك لعبت على الحته الدفاعيه وقدرت ان انت تحسمها بشكل كويس. عايزين بقى اللي هي الحته الايه الهجوميه. مين اللي هيقدر يديك الحته الهجوميه دي؟ لاعب بيعرف يقف على في نص الملعب، بيقف على الكره في نص الملعب. والوحيد اللي بيقوم بيها كويس، وانا شايف ان مفيش حد في الاهلي بيقدر يقوم بيها كويس زيه، هو محمد مجدي قفشه. فبتمنى يا رب ان هو يبقى متواجد في التشكيل بكره ان شاء الله. طبعا على الجانب الشمال رضا سليم، الجانب اليمين بتمنى ان حسين الشحات اللي يبدا يمين. طبعا بيرسي تاو يمكن كان مستواه سيء جدا الماتش اللي فات. طبعا وخط الهجوم وسام ابو علي. يمكن دي التشكيله المتوقعه بالنسبه لي. بكره ان شاء الله عندنا حلقه هنقدر نحلل فيها نقط القوه والضعف بالنسبه للفرقتين. هنحط توقعات ان شاء الله. طبعا التوقعات تبقى في صالح النادي الاهلي. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.